40 سبحان الله يا زول، لقينا ال40 في الإجابات. والله يا زول مش عارف بدي يقول لك ايه، يقول لك لكن والله هذا توفيق من الله، توفيق من الله ليس شطار. انا بحل الاسئله دي معاك لاول مره، بقول لك انا بفكر ازاي فقط، بعلمك ازاي تفكر فقط، لا نبدع ولا والله ما هو الا توفيق من الله. اعمل اللي عليك، استعين بالله، صلي صلاتك وتوكل على الله يا زول، ولا تشيل هم الدنيا بما فيه. تدري يا زول وانا خارج من امتحان العربي، فكرتوني بامتحان العربي يا زول، فكرتوني والله. وانا خارج من امتحان العربي كنت خارج غلطان 5 غلطات، والخمس غلطات عمري ما غلطت فيهم في الشهور العاديه. عمري طول ما انا بدرس دايما بقفل تلك الاعرابات. غلطت في 3 اعرابات والله، مش 3 اعرابات يعني 3 في النحو، والله 3 في النحو يا زول. المهم غلطت ال3 غلطات دول ودرجتين في التعبير، يعني انا خارج غلطان 5 درجات ايام ال99. المهم يا زول ما قلتلكش قول لي قول، ما طولش قول لي طول. المهم يا زول قعدت اونون واعيط ودمع، وكان الامتحان سهل 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 يا زول. والعيال اللي هم معلش انا دفعه 2015 2016، فدفعتي يا زول شاومينج بقى والغش بقى والمش عارف ايه، والمدرسين كانوا يجيبوا الامتحان قبل الدرس، والعيال داخله خارجين كلهم مقفلين العربي، وانا 5 غلطات خلاص حلمي ضاع. يعني 5 غلطات دولت يا زول ب 98 و8 من 10، خلاص انا 98. الطب كان اصلا السنه اللي قبلها كان جايب من 98 ونص، يعني فاضل لي درجه واحده وكفى الله المؤمنين القتال. المهم يا زول ما طولش عليك قول لي طول، ما قدرش قول لي تكتر. المهم الحيزونات اللي في حياتي شافوني وانا بعيط يا زول. عاوزني اقول لك قصه الحيزونات؟ ذاكر الواد بتاع المونتاج يبقى نزل الحته دي على اليوتيوب، عشان كله بقى يقول لي لو انت عايز قصه دكتور هوبا والحيزونات اكتب لنا في الكومنتات تحت. المهم يا زول رحت الامتحان، روحت من الامتحان والحيزونات واقفين لي في البلكونات وشافوني مكسور الجناح ماشي مروح، وكنت عمال عيني بتدمع مقهور يا زول. امتحان سهل يا زول، رحت قعدت وعليا بعد يوم واحد بس المفروض ان انا هروح انام، اروح الدرس ثاني يوم اذاكر انجليزي اللي هو انا فاشل فيه اصلا. انا كنت فاشل في الانجليزي والله يا زول، كنت ماشي كده بالبركه، دعوه امي والله هي قعدت لي. المهم يا زول ما طولش عليك ثالث قول لي طول، ما كترش قول لي كتر، ورحت ذاكرت الانجليزي والامتحان اتسرب برضه. بس اللي حصل بقى ان الامتحان نزل زي ما هو بالظبط. العيال بصمجوا الامتحان وكتبوا الاجابات بتاعه الام سي كيو على ايديهم. بص امسكوا الام سي كيو كده اهو، ام سي كيو هاي ام سي كيو هاي. لما مسكوا الام سي كيو هات دي كلها حفظوها زي ما هم. الوزاره بدلت الاسئله والعيال ما كانوش بيقروا الاسئله، ما هو الامتحان هو اكيد ما بدلوش الاسئله. فكان عندنا تقريبا من 8 ل 12 درجه الام سي كيو، فتقريبا العيال من طاروا منهم 12 درجه. ربنا جاب لي حاجه والله العظيم كان توفيق من الله. قفلت الانجليزي، بتعرف اسالني ازاي اقول لك والله ما اعرف. انا كل اللي اعرفه عن الانجليزي ام واز وار زائد الفيرب زائد الاي ان جي. تمام يا زول، وخلصنا الامتحانات وجبنا الدرجه النهائيه. وعايز اقول لك على حاجه يا زول صغنن قد كده، يعني كله كان توفيق من الله. انا كنت فعلا عامل اللي عليا، وعرفت ان الطريق عمره ما كان سهل عمره. واول اختبار وقفت فيه هو اللي ضربني فوق دماغي. بس يا زول لو كنت نسيت حلمي في طريقي ما كنتش اكمل. تخيل يا زول انا كل ما اكلمك بقول لك حاجه واحده بس، افتكر دايما ان في الطريق حلم لا تنساه، لان انا لو كنت نسيت ما كنتش اكمل. لو كنت بصيت ان انا نقصت على 5 درجات وفيش غير درجه مستحيل اوصل. ليه ما بصش لليمه الثانيه؟ 5 امتحانات صعب ان انا اقفل فيهم، صعب بس مش مستحيل على ربنا. انا عملت اللي عليا يا زول، وكل الناس بصوا ان انا ضعت خلاص، وكله شال ايده من عليا، كله عينه راحت من عليا خلاص. انا وقعت، اني فشلت خلاص. وده اداني حافز ان انا اركز مع نفسي بقى واقول هفاجئهم. وهذا حصل ورب الكعبه بثقتي في الله فقط. عارف كل اللي كان خارج كان بيتفقوا على اجابات ومبسوطين، نفس الايفوريا او اتكلم عدل بقى، نفس الاحساس اللي انت بتحسه لمجرد ان انت غلطت غلطه وزميلك غلط نفس الغلطه فتحس بالراحه ونسيت الاساس انك غلطت. نفس الايفوريا بالظبط لما صاحبك يسحبك من ايدك ويلا يقول لك روح لمدرس كذا، بس انت مبسوط مع مدرسك وبتحل كويس وبتعمل كويس كذا كذا كذا. في ناس بيرجعوا لنا المنصه دلوقتي يقول لك والله يا ريتني ما سمعت كلام زميلي، انت بتحل، احنا كنا بنحل 3 كتب مرتاحين وكنا ماشيين اول باول. بس عارف انا مشيت ليه؟ ممكن تظبط لي الدنيا يا دكتور؟ اقول له من عينيا. عارف ان ده بيحصل كل سنه. في ناس تانية يا دكتوره بتبقى خارجه من امتحان اخر السنه وده الاغلبيه، انت عملت اجابه ايه وانت ايه خلاص كلنا ايه يبقى هي صح. وواحد تاني طالع يقول لكم يا جماعه هي مش سي، لا هي ايه. يا عيني الواد اللي اختار سي ده طلع مكسور. الواد ده كان اسمه وهاب من حوالي 10 سنين ولا 8 مش فاكر والله، العمر بيعدي كتير يا زول. كان طالع كله عامل اجابه وانا عامل اجابه تانية، بس واثق في نفسي خلاص انا عملت اللي عليا ودي الاجابه انا شايف انها صح. ونسيت يا زول ان اللي بيجيب الدرجه النهائيه
بس مجرد 1% من المليون طالب. ايوه مش كل 99، مش كله بيجيب 99. اللي بيجيب 99 هو اللي كان بيحل مختلف عن الباقي متفقين على اجابه، والوحيد اللي مختلف هو اللي كان بيبقى صح. مش لمجرد انه عايز يبقى مختلف، لا، عشان هو عمل اللي عليه وتوكل على ربه، ما بصش لزميله. اجابته كانت في راس سؤاله ومركز في الاجابات، زي ما انا بحل معاك كلمه كلمه دلوقتي. يا زول ركز، 90% من اجابتك في راس السؤال زي ما قلت لك قبل كده. يا دكتوره انا بقعد بحل معاك بالساعات، كتاب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومراجعه نهائيه ولا امتحان ولا وفحص، ماليش دعوه بده قل وده عاد وده مش عارف ايه. اللي بيقول كده ما عندوش بربع جنيه قعده صبر انه يقعد يسمع ويتعلم، عاوز الدنيا تجيله بالسهل في 60 داهيه، هيشيل طينته فوق دماغه مش هشيلها له انا. فهمت؟ دكتوره ركز يا دكتوره 90% من الناس ما بيوصلوش لحاجه، فما تزعلش نفسيا لو لقيتهم متفقين على حاجه عكسك. انت صح وكمل زي ما انت ماشي. يلا نكمل حل بالتفصيل.